صديقي ده يمكن من اصعب الفيديوهات اللي انا عملتها او بعملها. ده فيديو ملوش علاقه بالمجال بتاعنا تماما، لا دي حاجه يمكن خارج المجال. المره دي احنا النهارده موجودين فين؟ احنا النهارده موجودين في مستشفى الرحاب التخصصي، ودي العنوان بتاعها يا صديقي محطه مترو نادي الشمس على جسر السويس بجوار او داخل شارع فلسطين، من اول الشارع كده من ناحيه جسر السويس. احنا النهارده موجودين في القسم اللي عاملينه المستشفى هنا، ربنا يبارك لهم اصحاب المستشفى، عاملين قسم للحضانات للاطفال. القسم ده مجاني بالكامل يا صديقي. يا صديقي انا شفت حاجات وسمعت حاجات في القسم ده ان هو مجاني بطريقه فعليه، يعني مش هزار. الناس هنا ممكن تبقى جايه ما معهاش حق العربيه اللي هم جايين بيها، في حاجات كده ما ينفعش نتكلم عليها، بس عامه القسم هنا مجاني تماما. تعالى بس نشوف يا صديقي اصحاب المستشفى هنا الله يبارك لهم، يعني عاملين قسم مخصوص للاطفال، نبص عليه بصه مع بعضينا وهتشوف بعينك حاجات، يعني حالات تقيله قوي يا صاحبي، مش هقول لك غير كده. القسم ده كله يا صديقي، كل القسم ده قايم على فكره التبرعات، شغال بالجهود الذاتيه، الجهود الذاتيه للمستشفى نفسها. صاحب المستشفى نفسها استاذ صهيب الله يبارك له، يعني ان هو قايم بالجهود الذاتيه للشغل الحضانات دي حاجه قوية مش قليلة. شوية حالات شفناها رهيبة، استقبل حالات برضو رهيبة. الناس هنا الله يبارك لهم شغالين على قدم وساق. وغير كده صديقي، تقدر انت كواحد عايز تساعد المستشفى دي هتقدر ان انت تساعدها. احنا بنساعد على قد ما بنقدر، نوريك الحالات وهنوريك الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، وهتلاقي فيه ارقام. الارقام دي تقدر ان انت تتبرع عليها صديقي. هتلاقي الرقم، في رقم انستا باي، فودافون كاش، وفي حساب بنكي الناس اللي عايزه تتبرع عن طريق الحساب البنكي جوه مصر وبره مصر. المستشفى هنا يعني او الغرفه بتاعت الحضانه حرفيا يا جماعه من اوتو زد زي ما بيتقال، معمول كل اللي فيها ده بجهود ذاتيه، بجهود ذاتيه، يعني من استاذ صهيب، من الناس اللي بتساعد حواليه. فلا الموضوع كبير قوي، وبرده لسه هناخد كلمه كده مع استاذ صهيب عشان نفهم الوضع اكتر. معانا دلوقتي استاذ صهيب، هو صاحب المستشفى، هو القائم على هذا العنبر دلوقتي المجاني حتى، والمستشفى كلها يعني. منور الدنيا يا استاذ صهيب. مثلا فرصه سعيده، اهلا بيك. انا عايزك تحكي لي بسم الله ما شاء الله اللي انت عامله ده قام ازاي، او ايه اللي حصل؟ بص، احنا قسم الحضانات هنا، احنا عندنا هنا دور، عندنا 15 حضانه بنستقبل حالات فيه، بتبقى غالبيه بتبقى جايه من مستشفى الجلاء، المستشفى الجلاء الولاده. بيبقى الناس اللي بيجي لي مستشفيات الحكومه ما بيبقاش معاه مقدره ان هو يدفع عربيه الاسعاف اللي هو جاي بيها اصلا. حصل بالفعل، انا شفت يعني بقى لي حاجه كده. والله اللي جاي من مستشفى خاصه ثانيه مثلا ولا حاجه، ممكن يجي يقعد معايا مثلا يدفع 3 4 ايام، ما بيقدرش يكمل معانا ان هو يقدر يستمر يدفع فلوس او كده، فممكن يطلب مني ان هو ياخد الحاله على دي. احنا بنرفض الموضوع ده خالص، لان هو لو خدها عقبال ما يوصل لباب الحضانه بره ممكن الطفل يموت منه. بتفضلوا مستمرين بنستمر معاه الحمد لله. والله تكلفه العيل عندنا هنا في الحضانه تكلفه فعليه بالورقه والقلم بيصرف من 1900 جنيه ل 2000 جنيه بالورقه والقلم، ما يطلعش ربح للمستشفى في اي حاجه. ده الادويه، الاشعاعات، التحاليل، المستهلكات، الاشراف الطبي، الاستشاري اللي بيمر على الحاله كل يوم، الاشراف التمريضي، التعقيم، الاكسجين اللي شغال 24 ساعه، كل ده. فما فيش حد عنده مقدره ان هو يستمر يدفع اصلا المبالغ ديت. يعني الفكره كلها في الاستمراريه، مش الناس بتعمل خير، لا عايزين كمان يبقوا مستمرين معانا. طبعا ما يقدرش يستوعب لو اب بيقبض 10000 جنيه ما يقدرش يدفع لابنه 3 ايام في حضانه. ده حاجه طبيعيه جدا يعني. الرقم بيبقى كبير عليه طبعا على اب. طبعا حاجه ضخمه جدا. شفنا حالات النهارده. بنستقبل حالات جراحه بتبقى لسه مولوده من اول يوم، بتبقى محتاجه جراحه. الجراحه ممكن تخش لها ب 25000 و35000، ما بيقدروش اصلا يدفعوا جنيه اصلا. احنا ربنا يعني بيستخدمنا ان احنا بنكلم اهل الخير، بيخشوا يشيلوا حالات، الكلام ده كله يعني عايشين على الوضع ده كده على طول، بس عايشين على المساعدات المتقطعه. طبعا. لكن مفيش حاجات مؤسسات حاليا بتساعد. لا خالص. لسه بنكلم مثلا فلان بيقدر يدفع حاجه بيكمل، ما يقدرش. احنا كده بندبس في الاخر، ما نقدرش نمشي الحاله، لان زي ما بقول لحضرتك لو خدها وهو جاي نازل هتموت منه اصلا. ربنا يجزيك خير يا استاذ صهيب، بجد انا اسعد، وان شاء الله نكون يعني في ربنا يستخدمنا في حاجه زي كده. ربنا يستخدمنا في حاجه زي كده. والارقام هبل لكم معظم الفيديو يا جماعه، الارقام عشان تقدروا ان انتوا تتبرعوا للمكان هنا، والناس هنا تقدر كمان انها تيجي تتبرع كاش، مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص، ويشوفوا الارقام بتاعت الاهالي، يكلموهم، يتواصلوا معاهم، يشوفوا دافعين حاجه،
ظروفهم ايه، الكلام ده كله، كل ده من حقهم يشوفوه، يعني مفيش اي مشكله عندي خالص. ممتاز ممتاز، انا بشكرك جدا يا استاذ صهيب بجد والله. انا الشرف ليا والله حبيبي يا استاذ صهيب. زي ما انت شفت كده صديقي، الحالات قدامك، الحاجات اللي انت شفتها دي كلها حقيقيه. تقدروا اللي عايز يجي بره على الارض المستشفى هنا يقدر يجي. العنوان هكتبه لكم كمان في الكومنت وفي البوست نفسه. اللي عايز يتبرع عن طريق الفودافون كاش هيلاقي الرقم، اللي عايز يتبرع عن طريق الانستا باي هيلاقي الرقم، اللي عايز يتبرع عن طريق حساب بنكي من بره مصر او جوه مصر هيلاقي الرقم. بس ده كان كل معانا النهارده، ويا رب نكون كلنا فاعلين خير وذوق الخير على غيرك يعني. بس سلام.